السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. وصفتنا اليوم وصفة جديدة ومختلفة عن الأكل التقليدي المتعودين عليه. رح نعمل وصفة سهلة وسريعة خاصة للستات الموظفات. رح نعمل الرز مع الكريمة والدجاج بصحن واحد ونكهة ولا أروع. معكم فداء من قناة فدا's كيتشن، واللي أول مرة بشوفني ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخلونا نبلش نحضر وصفتنا سوا. رح أحتاج لبصلة حجم وسط بقطعها لقطع صغيرة أو وسط حسب ما أنتوا شو حابين. ورح أحتاج سنتوم وعلبة من الفطر الفريش. بقطع البصل ناعم، بعدين بقطع الفطر لشرائح. بإمكانكم تضيفوا الخضار اللي حابينها، إذا حابين نكهة الفلفل الملونة، حابين تضيفوا بروكلي، حابين تضيفوا ذرة، بس أنا اليوم اكتفيت بالفطر مع الدجاج. هيك خلصت الفطر عندي كله، خليت حبتين للزينة. وعندي هون تقريبا 700 جرام من صدور الدجاج. بإمكانكم تستخدموا الأفخاد إذا حابين. بنقعهم بملح والليمون وبصفيهم منيح وبغسلهم، وهلا بقطعهم لقطع صغيرة مثل ما انتم شايفين. للصوص عندي بحتاج لعلبة صغيرة من كريمة الطبخ تقريبا 200 جرام، علبتين صغار من القشطة أو علبة كبيرة، واحتجت لجبنة كريمية تقريبا معلقتين ل3 معالق كبار. إذا الخليط اللي عندكم جامد بإمكانكم تخففوه بالحليب، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود حسب نوع الكريمة والجبنة الكريمية المستخدمينها. بتضيفوا كمية الحليب السائل. هلا خلونا نبلش نطبخ الدجاج. عندي بحط شوية زيت زيتون وقطعة زبدة، وعلى نار حامية بنزل بصدور الدجاج اللي قطعناهم. ما بقلبهم عشان ما بدي تنزل منهم السوائل. مجرد ما أخذوا لون بقلبهم على الجهة الثانية. هلا ببلش أضيف البهارات، رشة من الفلفل الأسود، رشة من البابريكا، ورشة من الملح، ورشة من السبع بهارات. بضيف هلأ سن التومة والبصلة اللي فرمناها. أنا بحب دائما بالوصفات اللي فيها دجاج أحط أول شي الدجاج المفروم أو المقطع، بعدين البصل. هلأ بنفس المقلاية بعد ما شلت الدجاج ضفت قطعة زبدة، وبضيف الفطر عندي وبقلبه، بس بحط عليه رشة خفيفة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وبستنى منه لتنزل كل السوائل ويرجع يتحمص عندي الفطر. هيك الفطر صار عندي جاهز، بضيفه على الدجاج. هلأ للرز استخدمت نوعين رز، رز حبة قصيرة ورز حبة طويلة. بتغسلوهم بتنقعوهم بالمي، الكمية تقديرية حسب الصينية اللي بدكم تعملوها. وكمان الحلو بهاي الوصفة إنه بإمكانكم تستخدموا إذا عندكم رز أبيض بايت بالثلاجة بإمكانكم تطبقوا هاي الوصفة، تعتبر وصفة موفرة. بس بحط عليهم رشة من الملح وبحمصهم بشوية زيت على النار، وبطبخهم مثل ما بطبخ الرز العادي. بضيف المي السخنة، ومجرد ما يتشرب عندي الرز بغطي عليه وبوطي وبتركه لمدة 3 ساعة ليستوي عندي الرز تماما. هلا خلوني أطبق وصفتي. بجيب عندي صحن اللي بدي أخبزهم فيه بالفرن، إما بايركس أو أي صينية متوفرة عندكم وحابين تستخدموها. ببلش أحط طبقات. أول شي طبقة من الرز اللي طبخناه. سماكة الطبقة حسب انتو قديش بتحبوها الصينية تكون طرية أو ناشفة. بتحطوا طبقة خفيفة أو بتسمكوها براحتكم. بعدين هلأ بعد ما حطيت أول طبقة عندي من الرز بشربها بشوي من خليط الكريمة اللي احنا حضرناه، وبعدين بحط خليط الدجاج بوزعه مثل ما انتو شايفين. بحط عندي كل الكمية، بعدين برجع بضيف شوي من صوص الكريمة اللي خلطناه سوا، وبعدين طبقة أخيرة من الرز. بإمكانكم كمان إذا حابين تعملوها بس طبقة رز واحدة، إذا حابين مثل ما قلت لكم تكون طرية. بضيف آخر شي باقي كمية خليط الكريمة مع الجبنة والقشطة، بوزعه على السطح وبحطه على فرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. رجعت ضفت الفطر اللي حطيته للتزيين وبحطه هلأ بالفرن ليتحمر عندي السطح. تقريبا هي الصينية مستوية، بس بدي إياها تدفى من الصوص الكريمة اللي حطيناه والرز يتحمر
من فوق الطبقة تعطيه لون حلو. تقريبا أخذت معي بالفرن مدة 3 ساعة، طبعا من فرن لفرن بيختلف، انتو تابعوها. وهيك ما شاء الله عندي الصينية صارت جاهزة وريحتها معبية البيت. هلأ بشيلها من الفرن وبقدمها مباشرة وهي سخنة. عشان ألمع عندي وجهها بس حطيت قطعة صغيرة من الزبدة ودهنتها. وآخر شي بتزينوها باللي حابينه، بقدونس إذا حابين، أنا زينتها بالبصل الأخضر. هيك الوصفة صارت عندي جاهزة، جدا مميزة ومختلفة ومتأكدة حتحبوها. قدموها على سفرتكم برمضان ووفروا الوقت والجهد. أورجيكم كيف شكلها حيكون من جوا. شايفين ما شاء الله الطبقات. كانت معكم فداء من قناة فدا's كيتشن، وإذا أول مرة بتشوفوني ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة وصحتين وألف عافية، وانتظروني بوصفات رمضانية جديدة ومميزة.